يا مساء الخير. في الحقيقة أنا كنت هعمل لايف واحد بس، لكن لقيت حاجة كمان هنا جميلة جدا عجبتني قوي. لا أنا عايزكم تشوفوني كمان. الموضوع هنا حلو لطيف جدا 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 جدا. كل حاجة هنا تم اختيارها ووضعها بشكل قوي. وأنا داير كده بكتشف في الحاجات وبدور وبدعبس عن الحاجات المميزة جوه المتحف الكبير. في الحقيقة شد انتباهي حاجة حلوة قوي، ان هم عاملين هنا خريطة مجسمة لمواقع الآثار المشهورة في مصر القديمة. فتحفة بصراحة يعني. ولازم تتصور او تاخد اهميتها في التور. يعني يمكن التور هنا بتبقى ماستر بيس او راوند كده، بتبدأ بالتمثال بتاع الملك رمسيس الثاني، وبعدين ممكن العمود بتاع السونوسيرت، والتمثالين بتاع هيراكليون اللي هناك، وبعدين الجراند سيركيس. لكن جنب الجراند سيركيس قبل ما نطلع على طول في بقى التحفة المعمارية دي. بصوا بقى، انا هحاول اقف في مكان علشان يبقى عالي ونقدر نوصل لهذه القطعة الجميلة الفريدة من نوعها. بصوا يا جماعة، احنا لو وقفنا بزاوية كده اهو هنلاقي في عندنا هنا الحتة اللي شكلها ازرق الكبير دي بتمثل البحر المتوسط، والمنطقة اللي هناك دي بتمثل منطقة دلتا النيل. وبعدين هننزل اللي هو الجزء بقى الازرق ده نهر النيل. وهنا عندنا الفرع بتاع قناة السويس بتاع البحر الأحمر. وبعدين بقى بنلاقي ان فرع النيل نازل معانا وماشي، وبعد كده الحانية بتاعت قنا، وبعد كده بيكمل معانا النيل نازل 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 لحد ما بنوصل ل النوبة ومنطقة النوبة المصرية. فده بيمثل خريطة النيل. الجميل في الموضوع ده ان الماكت ده بيصور لنا بمجسمات صغيرة جدا حلوة قوي قوي ولطيفة. يعني هنا بص الشكل المصغر للخريطة اهي اللي بيعرض لها لنا الماكت المجسم، فبيبدأ معانا بشكل رائع. ناخدها بقى من فوق من هنا. الجزء الاولاني اللي فيه دلتا النيل هنلاقي ان بيمثل لنا اتنين من التماثيل اللي هي بتاعت هيراكليون دي. تماثيل هيراكليون دي اللي هي بتاعت اسكندرية الملكية اللي في العصر اليوناني الروماني. وبنلاقي كمان هناك في الجزء البعيد ده بنلاقي فيه هناك كده مسلة برضو بتتكلم عن الجزء بتاع اسكندرية، ومنطقة تنيس بتاع الشرقية اللي هي المسلة الهانجنج اللي متعلقة في المتحف هنا في أثر تنيس. هنلاقي الجزء بتاع الصحراء البعيد بتاع سينا اللي فيها المناجم بتاعت سرابيط الخادم اللي فيها في راس سدر في سينا. بعدين تمشي وتنزل من منطقة الاسكندرية والدلتا، بنلاقي المواقع بتاعة الأهرامات العظيمة، سواء أهرامات الأسرة الثالثة وأهرامات الأسرة الرابعة والأسرة الخامسة اللي في المنطقة بتاعة الجيزة وسقارة وأبو صير. وبعدين بنروح كمان بعيد شوية في الصحراء الغربية للمنطقة بتاعة الليشت والأهرامات بتاعتها، ومنطقة الفيوم ومعبد سوبك اللي موجود في الفيوم. بننزل حبة كمان لحد ما بنوصل إلى المنيا، وبنلاقي فيها الآثار الأتونية واللوحة المميزة الجميلة جدا جدا بتاعت مش عارف انتوا شايفينها ولا لا بالرسم اللي عليها ده. هو ماكت صغير كده لواحدة من اللوحات بتاعت العمارنة. وبعدين بيمشي معانا بالماكت لحد ما بيجيب لنا النموذج بتاع معبد أبيدوس سوهاج. المنطقة دي على الخريطة الجزء بتاع محافظة سوهاج البليانة ومعبد أبيدوس. الماكت الصغير بتاعه أهو
فكأنه بيعرف لنا خريطة حلوة جدا بالآثار اللي موجودة في بلدنا. بعدين بنروح عند حانية قنا هناك اهي، وبنلاقي فيها عامل لنا ماكيتات حلوة قوي. يعني في حانية قنا حاطط لنا هنا صورة جميلة للراس بتاعت حتحور علشان معبد دندرة، معبد حتحور في دندرة حانية قنا. وبعدين عندنا ننزل من قنا للأقصر على الخريطة، فهنلاقي لا سوري انا قلبت الكاميرا عليا. هنلاقي هنا الجزء بتاع وادي الملوك، وهنلاقي كمان ماكت حلوة قوي اهو البايلون الاول بتاع معبد الكرنك، يعتبر ايه كنموذج للاثار اللي موجوده في الاقصر، يعني اشهر الاثار اللي فيها. هننزل بعد كده في الخريطه لتحت شويه ندخل لاسوان، بنروح منطقه اسنا. الحقيقه انا مش عارف لحد دلوقتي في التقسيم الاداري اسنا تبع اسوان ولا الاقصر، يعني انتوا ادرى بقى مني، ولكن هي المنطقه بتاعه اسنا. وعاملين لنا هنا الماكت بتاعها اهو، المدخل المميز جدا جدا للمعبد بتاع خنوم في اسنا. فهنا ماشي معانا في الخريطه بشكل رائع جدا. بعد ما بنعدي على اسنا بنروح لمنطقه ادفو في اسوان على الخريطه، وعاملين لنا هنا الماكت بتاعها، التمثال بتاع حورس اللي قدام معبد ادفو العظيم، يعتبر اكمل المعابد اللي موجوده في مصر. وبعد كده بيطلع معانا لتحت شويه، بنروح من ادفو ننزل على كومومبو، وهنا حاطط لنا ماكت جميل جدا بيتكلم عن سوبك، والمعبد طبعا بتاع كومومبو، معبد كومومبو سوبك. فهو هنا حاطط لنا الرمز بتاع سوبك علشان نتكلم عن معبد كومومبو في المكان ده. وبعدين تنزل شويتين كمان هتوصل لجزيرة فيلة أسوان، وهنا حاطط لنا ماكت بتاع جزيرة فيلة اهو، المعبد بتاع فيلة بتاع إيزيس، ويعتبر من أقدم المعابد المصرية القديمة اللي فضلت مستمرة حتى بعد ظهور المسيحية في مصر. تعتبر أقدم أو آخر المعابد اللي تم إغلاقها ووقفت العقيدة المصرية القديمة فيها، وانتهت الخريطة بآخر وأعظم المعالم المصرية اللي موجودة فيها في منطقة النوبة، وهو معبد أبو سمبل. وبيدينا الشكل في الماكت، الواجهة بتاعة المعبد اللي فيها تماثيل الرائعة بتاعة الملك رمسيس الثاني. فدي أنا شايفها من أجمل اللقطات الحلوة قوي 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 اللي عملها المتحف هنا، ان انت ممكن تشوف خريطة لبلدك مجسمة فيها اشهر واجمل المواقع الاثرية. طبعا في الناحية دي هنلاقي الجزئيات الحلوة اللي هي بتاعت مناجم منطقة سينا وسرابيط الخادم، والمعبد بتاع حتحور اللي هناك ده رائع جدا بتاع الفيروز. فحلو قوي الماكيت ده، عجبني جدا جدا. فهدور على حاجات حلوة جميلة كمان تانية جوه المتحف كده، واعمل لكم لايف تاني ان شاء الله.